مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم بقناتي. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب في المطبخ. إلنا فترة غايبين عن فيديوهات المطبخ، فاليوم رجعت في المطبخ. فيديو اليوم راح يكون وصفات بالتوست بخبز التوست. يا جماعة هاي خبز التوست، عندنا هان خبز التوست زي ما انتم شايفين. بس قبل ما نبلش الفيديو اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. طبعا وصفات التوست ما كتبت لكم، ما كانش متاح عندي فرصة ان اكتب لكم، اكتبوا لي وصفات بالتوست، فانا رحت وطلعت وصفات من اليوتيوب ومن النت، يعني هيك بحثت طلعت بعض الوصفات اللي عجبتني. فهلقيت راح نبلش بأول وصفة ونشوف شو هي. الوصفة الأولى عنا هان خبز توست زي ما انتم شايفين، قطعتين خبز توست، وعنا هنا شوكولاتة جالاكسي، وعنا هذه الكاسة راح نستخدمها كقالب، يعني راح نعمل فيها الشكل هذا الدائري زي ما انتم شايفين. لقيت بتشوفوا معانا. الصراحة هذه الوصفة سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. خلينا نطلع هيك، نفتح، خلينا نحط واحدة نجرب كيف الوصفة. إذا عجبتنا يا جماعة، إذا عجبتنا الوصفة، يعني هاي عنا خبز التوست هنعملها، حطيناها بالنص عشان هيك هنيجي ونعمل بالشكل هذا. يا جماعة اجيت لكم من جديد. للأسف الشديد الوصفة أول ما بلشت فيها فشلت معي، لأنه الخبز ما كان ظابط، خبز أسمر طلع. فرحت وجبت شريت خبز توست جديد. طبعا الخبز هذا هي يا جماعة خبز توست، شايفين كيف؟ هذا ابيض هذاك اسمر، ما زبط الاسمر. فلقيت راح نعيد التجربة من جديد. هي عنا هنا خبز توست، هي عنا خبز برضو، شايفين؟ هي واحدة، هي تنتين، تمام. وعنا هنرجع نحط الشوكولاتة هيك ونقفل عليها بالشكل هذا هيك. عنا الكاسة زي ما انتم شايفين. راح نطلع الخبز اللي بالنص، كان على فكرة في بالي اني اشتغل على هذا الشكل قالب، بس هشتغل عليه برضو عادي ما فيش مشكلة. اوكي يا جماعة، هاي شغلنا التوست على الكهرباء، وهي هذه بدنا نحطها في التوست ونشوف ايش بده يطلع معانا بالاخر. نحطها هيك. طبعا اكيد هتاخد بس ثواني، يعني مش هتاخد اكتر من نص دقيقة اتوقع هيك، لانها كلها قديش فسفوسة. المشكلة مش في الفسفوسة، المشكلة في حرارة التوست. لا لسه يا جماعة، لسه هرجع لكم بعد ما تتحمص. واخيرا يا جماعة استوت على التوست. تعالوا نشوف. قرب. يلا افتح يا سمسم شوكولاتة. خلينا نفتحها هي. ليش مش سايحة؟ حظا اوفر. هادي ناكلها معلش حتى لو مش سايحة. ايه انا شفتها سايحة. ايش تجربة فاشلة هذيك ولا بيضحكوا علينا هم؟ انضف شوكولاتة جبنا يعني. اوكي انا مش زعلانة، زاكية، بس بعدهاش لو جبت شوكولاتة توركو، شوكولاتة نوتيلا، شوكولاتة اي نوع. حمصت، شايفين كيف؟ زاكية والله، بس الشوكولاتة صحة وهنا. اوكي يا جماعة، رجعت لكم من جديد في الوصفة الثانية. خلصنا الوصفة الاولى، بعطيها 7 من 10. انا اتوقع لو كانت شوكولاتة سائلة هتكون اذكى بكتير من هيك. مش عارفة، انا شفتها الوصفة الصراحة هيك الشوكولاتة بتكون سايحة واشي، يعني ايش بقول، اشي فاخر من الاخر يعني. فلقيت راح نعمل الوصفة الثانية. حضرنا الطاوة هنا، طبعا هي حضرنا الطاوة، حضرنا الزبدة اللي قطعنا، اخذنا منها العينة بتاعت الوصفة الاولى. فهلقيت عشان نستغلها وما نرميها، ايش بدنا نسوي؟ نشغل الغاز هيك ونسيح الزبدة اللي هنا. اوه قطعت الكهرباء يا جماعة، معلش مضطرين نكمل. هنحط هلقيتها خبزة التوست هيك ونقلي فيها
هاي البيضة يا جماعة. طبعا الكهرباء قطعت بس زي مضطرين نكمل الوصفة وما نقطعها، عدها هترجع لحالها. خلينا نفقس البيضة هيك. اوه طلع هذا كيف يستنشعك. هيك اول مرة يا جماعة اجرب وصفة توست بالبيض هيك. شكلها طبعا كيف شكلها، والكهرباء مش راضية تيجي يا جماعة. نرجع هون شايفين كيف شكلها حلو جدا. هيك نتذوق. يلا تذوق اللحظة الحاسمة. بيض بيض بيض. كلي. حاسة حالي باكل بيض حاف. زاكي مقبول نوعا ما والله. طلع كيف. هاي فينو، هاي توست، وهاي بيض. بيض. ففي تناسب يعني نوعا ما. خذي يا جيران دوقي انتي، احكي لي رأيك فيها. سلمت يداكي. احكي لي رأيك فيها. بعطيها 8. طعمها زاكي. زاكي. بعطيها 8 من 10 يا جماعة. وهيك انا بقيمها 8.5. 8.5. اجت الكهرباء ضعيفة. هرجعكم في الوصفة الثالثة لما بتيجي الكهرباء حالنا في غزة يا جماعة. هيك ورجعت لكم بالوصفة الثالثة. طبعا حضرت كل الاشياء تاعت الوصفة الثالثة. تعالوا شوفوا شو مكونات الوصفة الثالثة. عندنا هون جبنة وزيتون وفليفلة وكاتشب وخبز التوست. اكيد عرفتوا شو هي الوصفة الثالثة. بيتزا التوست. راح نعمل بيتزا التوست. راح اجيب الفرن. هاي الفرن. هات الفرن. راح اجيب الصينية تاعت الفرن. هاي الصينية تاعت الفرن. هاي يا جماعة. هنفرد عليها الخبز التوست. هاي واحدة، هاي 2، هاي 3، هاي 4 وانا بقول بزيادة. هاي كاتشب. طبعا في خلطة بيتزا بيعملوها اللي هو بهارات البيتزا بس انا بدي اختصر الموضوع. اوكي خبز التوست حطينا عليه المرحلة الاولى الكاتشب. بعد هيك حط الفليفلة. على فكرة يا جماعة تقدروا تجيبوا الوان فليفلة هيك بتعطيكم شكل حلو، بس انا ما حبيت اغلب حالي وما جبتش من برا الفليفلة. خلينا نحط الزيتون. طبعا هاي حطينا كل الاشياء شايفين جهزناها بشكل نهائي. بدنا نحط اللمسات الاخيرة من الجبنة. شغلنا الفرن. معلش هذه الاطراف عندي بشيلها بلمها. بيتزا خلصت. بيتزا التوست. تعال نحطها على الفرن. شغلنا الفرن. زينة. يلا تعالوا على الوصفة الرابعة قبل ما هذه تسوي. تمام. اوكي رجعت لكم من جديد. حضرنا للوصفة الرابعة. بس البيتزا استوت بسرعة يعني ما اخذت دقايق بسرعة على الفرن. فلقيت حتى ذوق نشوفها نفس البيتزا سخنة بتغلي. عندنا بيتزا التوست جاهزة ونتذوقها حاليا. نشوف.
ايش كمان في الموضوع القراقيش. مين أذكى، هي ولا البيتزا العادية؟ هادي. تحمست تدوق. 200%. أعطيني. تمام. طعمها خرافي خرافي خرافي. رهيبة والله، أذكى من عجينة البيتزا. جربوها يا جماعة مش هتندم والله. خلصنا الوصفة الثالثة وبدنا نروح على الوصفة الرابعة. حضرنا مكوناتها، خلينا نشيل هذه الأشياء ونرجع لكم. ورجعنا لكم بالوصفة الرابعة اللي هي قبل الأخيرة. تعالوا نشوف شو المكونات. عندنا هان، تعالوا قربوا. عندنا بيضتين، عندنا جبنة، ملح، فلفل أسود، والصحن هذا عشان بالآخر يعني الوصفة. وعندنا هنا معلقة زبدة زي ما انتم شايفين. أول خطوة راح نمسك البيض هذا ونخفقه مع بعض. أول حاجة قبل ما نخفقه بدنا نحط رشة ملح ورشة فلفل أسود، وبعدين نخفقهم. يلا معاكي. بعد هيك بنشوف شو بصير معنا. تعالوا نشوف. هنحط فلفل أسود هيك، وهنحط رشة ملح. خلينا نخفق هيك. فيكم تحطوا بقدونس لمسة أخيرة إذا أو بصل حابين. أخضر أو بصل أخضر أو أشياء يعني زي أو هيك كرات، يعني الناس اللي بتحب الخضار. أيوة. هذا لقيته طلع كيف خفقناه. خفق البيض. خلصنا من قصة البيض. نيجي على الغاز. خلينا نشوف الزبدة. خلينا ندير البيض. هذا هنحطه على جنب. بعدين بنحط خبزتين توست بالشكل هذا، نسيبهم. طبعا يا جماعة البيض هلقيت هذا بعد ما يستوي بنلم الزوائد هذه بنحطها في داخل الساندويش. فاتن شكلها تحمست يا جماعة. على فكرة في الوصفة الأولى كان البيض يعني مقبول نوعا ما. الوصفة الثانية اوكي. هلقيت شلنا الزوائد وقلبنا التوست على القفا الثاني. هنستنى هيك ثواني على ما اعتقد انه استوى من تحت. طلع يا جماعة اتحمر. خليني اجيب معلقة ثانية نشوف هيك اتحمر. اوكي هنحط هلقيت الجبنة، خليهم بشكل متساوي. هنحط الجبنة يا جماعة زي هيك بالشكل هذا. واخيرا يا جماعة استوت الوصفة الثالثة. هيك لخمت شوية لقيت الغاز عالي فلسعت من غير ما احس. بسرعة هلقيت بدي اقسمها بالسكينة. طلعوا كيف هيك نقصها بالسكينة ونشوف النتيجة النهائية. مش عارفة كيف الغاز كان عالي من غير ما انتبه. ممكن ايدك خبطة فيه، ممكن برضو. طلع يا جماعة هاي الجبنة. يلا دوقي فاتن. مع انها ملسوعة حساها محروقة مش ملسوعة. كيف طعمها؟ مش كتير. جماعة الناس اللي بتحب البيض كتير زاكية. فاتن اصلا بتحبش البيض حالي كتير. قلبت معدتي يا جماعة. بعطيها 4 من 10. 9. 9؟ نو. هذه الوصفة الرابعة كانت ما عجبتني كتير. هلقيتها نروح على الوصفة الخامسة والأخيرة نختمها بالشوكولاتة إن شاء الله. خليكم معنا. وأخيرا يا جماعة رجعت لكم في الوصفة الأخيرة. هي وصفة شوكولاتة وختامها مسك شوكولاتة. هلقيت عنا هنا حضرنا خبز التوست زي ما انتم شايفين، وحضرنا المعلقة، وحضرنا الشوبك او مش عارفة ايش بتقولوا عنه، وهي سكينة. اول حاجة راح ايش نسوي يا جماعة؟ راح نقطع الاطراف هذه وهذه 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 واطراف هذه، وبعد هيك نشوف شو يصير معانا.
هاي عنا خوز التوست يا جماعة، هذول مش هنرميهم، هناكلهم، هنحطهم هيك بالزر عشان ناكلهم مش نرميهم. على فكرة بناكلهم مع خبز مع الشوكولاتة يعني هيك لو حطيت لكم يعني في معلقة واكلتوه. هل لقيت هدول عنا التنتين، ايش بنسوي فيهم؟ بنعملهم بالشوبك، بنفردهم زي العجينة. شايفين يا جماعة؟ تمام. هل لقيت نفتح مرتبان الشوكولاتة، بنحط شوكولاتة. الشوكولاتة سايحة مع الشوب. احنا يا جماعة سحنا مش الشوكولاتة. واو. اوكي يا جماعة، بما اني استهلكت المعلقة هذه فهخليها هنا عشان افرد فيها. هنحط في المعلقة هذه هيك، ما بينفع نرجع المعلقة على نفس المرتبان على فكرة، عشان التوست جديد او طازة مش عارفة يعني، حساه بغلب شوية. الخطوة الثانية هنلفه بشكل رول. على فكرة احنا قاعدين بنعمل عينات، بنجرب لسه، مش يعني انه ناكل عاملين كميات وهيك، فبعد كده عم تعجبنا بنعمل كميات، لكن لقيتها كتجربة. تعال نشوف. الشيف الشاطر بيقعد يعمل هيك. الشيف الشاطر. صراحة انا متحمسة لهذه الوصفة. انا مش كتير، مش هحكي لكم ان انا اكلت وصفة البيض وشبعانة. ما حبيتها، راحت جبرتها جيلان. حبيتها على فكرة، ما جبرتهاش. برضه اتلسعوا، تخصص تلسيع. واحدة اتلسعت، هذه ما اتلسعت، واحدة اتلسعت. معلش دوقي لي كويسة. يلا فاشلين بقصة الوصفات اليوم يا جماعة. أول واحد هيك مع الشوب مأثر علي. ندوقها لقيت ونشوف ايش صار فيها. طبعا يا جماعة هاي الشوكولاتة، اوبا الشوكولاتة بتصب صب. حرقتي؟ فاتن بتموت على الحلو، طبيعي تحكي لكم فخمة. فخمة. معلش على المنظر هذا، اعذرونا. صح وهنا يا فاتن. الناس اللي بتحب البيض، أعيد وأكرر، الوصفة الرابعة فخمة. كيفت عليها 100%. صح وهنا. غسل ايديا. غسل ايديكي. اوكي، هذه الوصفة الأخيرة، ألذ وصفة في الحياة، 100%. أنا بموت في حاجة حلوة. بس هذه كان وصفات اليوم. في وصفات فشلت يعني، في وصفات زاكية. ما حبيت الوصفة اللي هي تاعت البيض، يمكن الوصفة الثانية حبيتها أكتر من الوصفة اللي قبل الأخيرة. بس انتوا يعني جربوهم عندكم في البيت واحكوا لنا ايش عجبكم أكتر حاجة من الوصفات، وبتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. وبس ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. وبس، سلام.